السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوتنير. ماليش نفس أذاكر يا دكتور، أنا ما عنديش رغبة للمذاكرة، مش عايزة أذاكر، أعمل إيه؟ هي حيلة واحدة بس عشان تقدر تتخلص من الشعور ده. أول حاجة، الشعور اللي أنت فيه ده كلنا اتحطينا فيه، وخصوصا بيحصل لنا فترة الامتحانات. نفسي قفلت، مش عايزة أذاكر، أنا خلاص زهقت. فشعور طبيعي، كلنا بيحصل لنا الشعور ده. الحل الوحيد للشعور ده، أنا عارفة إن هو شعور صعب جدا، لأن أنا بضيع، فأنا عايزة حاجة تنقذني، وبرضو أنا مجرباها على نفسي، وهو حيلة واحدة بس: سياسة النفس. سايس نفسك. يعني ايه اساس نفسي؟ هو الشعور ده جالك بسبب ان في حاجات كتيرة مفروض انت تنجزها، فنفسك خايفة، يعني ايه ده كل ده عليا، خلاص بلاش انا مش عايزة، فبتهرب. طيب انا عايزة بقى اسايس نفسي دي عشان ابتدي اذاكر، ما انا مش عايزة اضيع. فهقول لنفسي ايه؟ انا هذاكر سطر واحد بس لاسهل مادة انت بتحبها. سطر ايه يا دكتور؟ احنا فترة الامتحانات وهضيع. ثانية واحدة بس احنا عايزين نسيسها بس لغاية ما نبدأ. سطر واحد بس، وابدأ في السطر ده واحفظه كويس جدا وافهمه كده، واقعد اتحرك في الأوضة بتاعتك وكأنك بتفهمه لحد. وبعد كده بساعة ساعتين خد سطرين كمان ونفس الطريقة وافهمهم واحفظهم، وابتدي كأنك بتشرح لحد. هتبتدي تدريجي واحدة واحدة تلاقي نفسك ابتدت ترغب المذاكرة. ودي طريقة كويسة جدا لخداع النفس، ان انت واحدة واحدة تبتدي تديها حاجة بسيطة بمادة انت بتحبها، وجزئية بسيطة بتفرض على نفسك جزئية بسيطة جدا. هتبتدي واحدة واحدة نفسك تتفتح للمذاكرة. صدقوني انا مجرباها على نفسي، رغم ان انتم ممكن تستهيفوها بس فعلا بتجيب نتيجة. ربنا معاك يا رب.